الفل يا أصدقائي الأعزاء. إيه الأخبار؟ يا رب تكون كل الناس تمام. مش هفتح مايك، أنا آسف. هاخد مسجات عادي لو حد عايز يتكلم في أي موضوع وأنا عندي حاجة أقولها هرد، لو ما عنديش هقولك ما عنديش. بس أنا بعتذر مقدما إني مش هفتح مايك لأسباب تخصني يعني. نبدأ ناخد الحاجات، نبدأ ناخد الأشياء. إيه رأيك في حوار إمام عاشور؟ كنت قاعد مع أصحابي لما نزلت مصر وكانوا بيتكلموا في موضوع امام عاشور. قلت لهم بصراحه يا جماعه انا عارف ان انتوا هتزعلوا مني، بس ان كنت انا بتمنى شيء انا بتمنى امام عاشور يروح الاهلي وبعدها زيزو وبعدها فتوح. ليه؟ عشان نخلص خالص. طول ما في بصيص امل هتفضل انت متعلق التعليقه اللي انت فيها دي. لا، هو العلاج الوحيد ان ميبقاش في بصيص امل. انا اتمنى امام ثم زيزو ثم فتوح، نخلص. نخلص، خلينا نخلص. في حكايه زمان، تجربه علميه مشهوره جدا عن ضفدع حطوه في ميه درجه حرارتها هاديه عاديه، وفضلوا يسخنوا الميه بالراحه بالراحه بالراحه. الميه عماله تسخن ببطء شديد جدا جدا، فالضفدع فضل قاعد في الميه. ليه؟ لانها بتسخن ببطء شديد، فهو دايما عنده امل ان الامور هترجع زي الاول. يعني هو دايما عنده احساس ان الحراره اللي في الميه دي شيء مؤقت وهنرجع زي الاول. هترجع تاني هترجع تاني هترجع تاني هترجع تاني لغايه ما درجه الحراره وصلت 100 والضفدع ده مات. تجربه تانية لضفدع حطوه في درجه حراره هي اوريدي 100، اول ما اتحط في الميه قنطت منها على طول، لانه خد الصدمه على طول. التاني ما خدش الصدمة على طول، خدها ببطء. فكل ما الأمور بتحصل ببطء كل ما أنت بتحس ما يمكن تتحسن شوية، ما يمكن اللي احنا فيه ده فترة وهتعدي، ما يمكن لغاية ما بنوصل فعلا إن مفيش حاجة بتحصل وأنت بتموت جوه. فأنا أتمنى إن إيه، زيزو فتوح إمام اديله على طول ورا بعض كده، خلينا نخلص. يمكن ساعتها الناس تشوف الموضوع بصورته الحقيقية، يمكن ما يفضلوش دايما يبصوا في حتة تانية يعني. كلاكيت مليون مرة، أنا مش عايز أتكلم عن الكرة المصرية يا جماعة. فعلا ما عنديش حاجة أقولها جديدة يعني. ويعني أنا أكتر شخص في العالم محبش أبقى ممل، والموضوع ده هو أكتر موضوع في العالم بيخليني ممل، لأني بعيد وأكرر نفس الكلام كل مرة كل مرة كل مرة بشكل سخيف. وحتى وبعدين عارف لما بعيده كل مرة، حتى يعني ممكن تقول مثلا إن الإعادة فيها فايدة واحدة، إن المعلومة تثبت أو إنك تأكد. لا لا خالص. في ناس اما ما بتفهمش الكلام او ناس بتنقله غلط. يعني انا بشوف نفسي، بشوف منقول كلام منقول على لساني في 92 مكان ملوش اي علاقه باللي انا قلته فعلا. كل واحد يقوم مزود له جمله من هنا، منقص له جمله من هنا، يدي لك معنى تاني. لان بطبيعه الحال اي حد عايز يكتب بوست او تويته او بتاع بيبقى عايز انتشار. فالكلام في حد الكلام لوحده بشكل مجرد كده ممكن ما يجيبش انتشار، فممكن يبقى هو مزود جمله كده حراقه شويه. زي برضو شفت حد معقب على مش عارف، حد كان كاتب حاجة على لساني دي انتشرت جدا. حد حاطط صورتي، الكلام ده من شهرين ثلاثة تقريبا، وقايل على لساني ان انا بقول يعني الزمالك هيكتسح البطولات وخلي الاهلاويه مش عارف يفرحوا بايه والايام اللي جايه غم عليهم. لا اسلوبي ولا طريقتي ولا انا بقول الكلام ده، ولا في معطيات اصلا تخلي اي انسان عاقل يقول الكلام ده، ولا اي حاجه. بس انا لقيت الكلام منتشر وناس عماله تقول، وانا مبقاش فيها طاقه بصراحه ان انا امشي ورا كل كلام بقول ما قلتش ما قلتش ما قلتش ما قلتش. وجع قلبي يعني. تحس ان مجرد الدخول برجلك نص خطوه بس جوه مربع الكره المصريه ده صداع بلا هدف. صداع بلا هدف في حاجه مفيش منها معنى او جدوى بالنسبه لي على الاقل، طبعا مش بحكم على حد يعني. حاجه ملهاش لا معنى ولا جدوى، صداع بس. وتزوير طول الوقت للكلام. يعني عمرك ما هتقول جمله ان شاء الله يا رب تقول صباح الخير. صباح الخير دي شخصيا هتتحرف في حد هينجح انه ياخد صباح الخير دي ويجعل منها جملة تانية انت ما قلتهاش. فدماغنا بقى يعني، فعلا دماغنا بقى. اللي لسه شايف ان هو المفروض الموضوع مسلي ولطيف وجميل ومثير ويستحق المشاهدة وبتاع وكده، اوكي يعني ما عنديش حكم على حد، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. رأيي انا الشخصي لا، ان ما فيش حاجة تتشاف وان الناس بتضيع وقت. الناس بتضيع وقت، والبيزنس كله قائم على استهلاك مشاعرك بس، ان انت تفضل دايما حاسس ان في جديد هيحصل، فتفضل تتكلم عن هذا الجديد، وده يتكلم وده يتناقش وده يحكي وده دول يتخانقوا وده يطلع يقول وده يطلع يعيد بقى ده انت بتفهم لا انت ما بتفهمش بتاع. حركه يبقى في حركه. الحركه دي في الاخر هينتج عنها ايه؟ ولا حاجه. النقاش ده هينتج عنه ايه؟ ولا حاجه.
وكل يوم هيبقى فيه حد جديد نتخانق حواليه وخلاص والدنيا بتلف. وبعدين تحس ان من كتر من يعني بيزنس الكوره اصلا والميديا في مصر كمان بما انه كبير جدا. يعني انت تقريبا احنا اكتر دوله عندها قنوات وبرامج، وبالتالي اكتر دوله فيها مذيعين واكتر دوله فيها ضيوف، واحنا اصلا تعداد سكاننا كبير جدا. فتحس ان احنا مش قادرين نقعد ساكتين خالص، احنا عايزين نملى الفراغ. فتلاقي مثلا النهارده دول اتخانقوا وبعدين بكره اتصالحوا وبعدين بعده اتنين دول اتخانقوا وبعدين بعده حلقه بين واحد من اللي كانوا متخانقين دول بيصالح واحد على التاني. بعدين انت هتقول ايه لفلان؟ طب قول له بقى مساء الخير، هو ايه ده مفاجاه دخل على التليفون وبتاع، اللي هو يلا نصالحكم على بعض، اللي هو تحس انت. وكل يوم هيبقى فيه حد جديد نتخانق حواليه وخلاص والدنيا بتلف. وبعدين تحس ان من كتر من يعني بيزنس الكوره اصلا والميديا في مصر كمان بما انه كبير جدا. يعني انت تقريبا احنا اكتر دوله عندها قنوات وبرامج، وبالتالي اكتر دوله فيها مذيعين واكتر دوله فيها ضيوف، واحنا اصلا تعداد سكاننا كبير جدا. فتحس ان احنا مش قادرين نقعد ساكتين خالص، احنا عايزين نملى الفراغ. فتلاقي مثلا النهارده دول اتخانقوا وبعدين بكره اتصالحوا وبعدين بعده اتنين دول اتخانقوا وبعدين بعده حلقه بين واحد من اللي كانوا متخانقين دول بيصالح واحد على التاني. بعدين انت هتقول ايه لفلان؟ طب قول له بقى مساء الخير، هو ايه ده مفاجاه دخل على التليفون وبتاع، اللي هو يلا نصالحكم على بعض، اللي هو تحس انت قاعد عند المأذون. يعني مسألة كلها تحولت إلى مأذون كبير، وقاعدين نجوز ناس ونطلق ناس اللي عايز يتفرج يتفرج يا جماعه وخلاص. يعني كل واحد حر في نفسه. يعني انا حاسس ان لا، يعني الموضوع ملوش يعني معنى. وانا بصراحه فعلا ما فيش مره حطيت فيها رجلي بس جوه هذا المربع لو طلع عليا 2 مليون اشاعه. انا حاليا لما بشوف اسمي محطوط جنب كلام، يعني مره من بين كل 15 مره بيطلع الكلام المكتوب ده فعلا انا قلته. فعلا انا قلته. 14 مره تانيين اما ما قلتوش خالص او واخد حته انا قلتها وأقوم محرف الباقي. فتمام يا جماعه، يعني اللي عايز عايز، اللي مش عايز مش عايز، كل واحد حر طبعا. هل مبابي ممكن يروح ريال مدريد؟ لا أظن إن مبابي هيروح ريال مدريد. يعني لا أظن أبدا إن مبابي هيروح ريال مدريد لمعطيات بسيطة. يعني الناس طالبين فيه 200 مليون تقريبا أو أكتر من 200 مليون. هو فاضل له سنة في عقده. هل ريال مدريد هيدفع ربع مليار مثلا أو ما يقترب من ربع مليار عشان سنة متبقية من عقد مبابي، في حين إن هو وصل فعليا لشبه طريق، يعني حارة سد، وصل لطريق سد مع باريس سان جيرمان. صعب جدا العلاقة تستمر. فهو مبابي خياره الأول والتاني والتالت والأخير هو ريال مدريد. وريال مدريد هيحصل على مبابي آجلا أم عاجلا. ليه يحصل عليه بدري سنة بربع مليار؟ إيه الفكرة؟ لا أظن إنها فكرة يعني صحيحة يعني. ولذلك أنا لا أظن إن مدريد هيعملها. بس طبعا برنامج زي الشرينجيتو ده هيفضل يشتغل، الناس هيحلب الصيف كله مبابي. تيك تاك. انا عندي خبر مهم. يا نهار اسود، ايه ده؟ انا عندي خبر مهم جدا النهارده يا جماعه الساعه 12. ايه ده النهارده الساعه 11؟ يا بعدين هات لي بقى الصحفي اللي هو بيعيط ويحط الكاميرا في وشه، والصحفي التاني المتوتر اللي هو قاعد مع عرقان جدا ووشه احمر وبتاع، وكل هذا الشغل رخيص. في الاخر لا اظن ان مبابي هيروح مدريد. لا، في الاخر اي حاجه ممكن تحصل، بس انا لا اظن ان مبابي هيروح مدريد الصيف ده. الصيف الجاي اعتقد بنسبه تقترب من ال 90% يعني، ما لم يحدث شيء يغير شكل الاشياء يعني. ترشيحاتك لأمم أفريقيا؟ ما عنديش ترشيحات بصراحة. ما أعرفش يعني، ما أعرفش إيه مستوى الفرق. يعني هو السنغال لا زالت هي أقوى فريق في أفريقيا، بس ما أعرفش حتى السنغال نفسها مستواها بقى عامل إزاي. ما عنديش يعني، ما عنديش فكرة بصراحة. بس هو الفترة الأخيرة دي يعني السنغال هي أقوى فريق في أفريقيا. إيه رأيك في طريقة تفكير مبابي وعقليته؟ والله أنت ممكن تلوم على مبابي وممكن ما تلومش على مبابي. يعني أنت ممكن حسب أنت بتبص للموضوع من أي زاوية يعني. طبعا كل تصرفات مبابي مستفزة جدا. راجل يعني مستفز للغاية يعني. بس من وجهة نظر تانية، لو انت مكانه ولقيت عندك الفرصة انك تعمل كل اللي هو بيعمله، هل انت عمرك شفت في حياتك حد بيبقى عنده الفرصة انه يفرد دراعاته وياخد كل اللي يجي قدامه وهو اللي بيقول لا مش عايز؟ انا عن نفسي ما شفتهاش. يعني انت لو قلت ان مبابي طماع، اه هو طماع، بس هو مين اللي خلاه طماع؟ ايه اللي سمح له يبقى طماع؟ كل الظروف اللي حواليه تسمح له انه يبقى طماع، فبقى طماع.
هل لو مبابي ما كانش حصل عليه الحرب الدائرة بين مدريد وبي اس جي بقالها كذا سنة دي، هل كان هيبقى نفس الشخص؟ يتصرف بنفس الطريقة، يطلب نفس الطلبات، ياخد نفس القرارات؟ لا أظن. لكن اللي أنا أعرفه إن البني آدم عموما أنت لو حطيته في موقع قوة وحسيت وحسسته سوري إنه يقدر ياخد كتير، هياخد كتير، هيمد إيده هياخد كتير، هيقدر ياخد أكتر هياخد أكتر، من طبيعة البشر يعني. فتصرفات مبابي مستفزة جدا. في حد أشار ليك قبل كده للشبه اللي بينك وبين الفنان الكبير العظيم عماد حمدي؟ أنا شبه عماد حمدي؟ معرفش، أول مرة، لا أول مرة حد يقول لي الحكاية دي. محدش قال لي قبل كده إن أنا شبه عماد حمدي. مش عارف، ما تخيلتش نفسي قبل كده. لو حد تاني شايف يقول لي يعني، بس أنا مش شايف يعني، ما حدش قالها لي قبل كده خالص يعني.